تخيلوا معايا بقى ان كيكه بالجمال وبالارتفاع وبالهشاشه دي هنعملها النهارده مع بعض في 3 دقايق بس. تطلع معانا احلى صينيه كيكه هتجربيها. عارفه كده كيكه الجدات والامهات بتاعت زمان اللي ريحتها كده بتقلب البيت؟ النهارده هنعملها مع بعض بطريقه سهله جدا. عايزه اقول لك ناجحه وخطيره وتطلع معاكي هشه خفيفه من اول مره. فيلا بينا نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونبدا الوصفه على طول. اول حاجه معايا هنا بوله هنزل بثلاث بيضات، ومعايا هنا كوبايه من السكر. معايا بقى هنا ظرف كده من الفانيليا. انا النهارده استخدمت فانيليا البرتقال لان انا هعمل الكيكه بتاعتي النهارده بكيكه البرتقال وبعصير البرتقال، فحبيت استخدم فانيليا البرتقال عشان تعزز معايا كده النكهه والطعم. هضرب بقى السكر كده مع البيض. طبعا في المرحله دي تقدري تستخدمي الخلاط او المضرب السلك العادي او المضرب الكهرباء اللي يريحك تقدري تستخدميه. اهم حاجه نوصل للقوام الكريمي اللي انت شايفاه معايا دلوقتي. في الوقت ده انا وقفت ضرب ونزلت هنا بكوبايه من عصير البرتقال، ومعايا كوبايه الا ربع من الزيت. واهم حاجه الزيت اللي احنا هنستخدمه يكون زيت نظيف ما يكونش له اي ريحه. هخلط بقى كل السوائل دي كده مع بعضها. وفي الوقت ده معايا المواد الجافه. المواد الجافه عباره عن ايه؟ معايا هنا معلقتين كبار كده من النشا. وما تخافيش من النشا، بتدي لها برده ارتفاع حلو جدا وهشاشه كده في الكيكه بتاعتنا. ومعايا هنا وضفت رشه كده من الملح. والدقيق بتاعنا عباره عن كوبايتين ونص من الدقيق. انا نزلت هنا بجزء في الاول هخلطه كده لغايه ما يختفي، وبعد كده هنزل بباقي خليط الدقيق. طب انا ليه ما حطيتوش في الاول كده مره واحده؟ عشان بس ما يكتلش معانا مش اكتر. فبنزل بيه كده على مرتين لغايه ما يختفي اول مره، وبعد كده هنزل بباقي الدقيق. كده اول جزء كده من الدقيق اختفى تماما. هنزل هنا بباقي كميه الدقيق. ومعايا هنا ظرف من الكيك شيف او البيكنج باودر. انا بصراحه بستخدم الكيك شيف، بحسه كده بيدي هشاشه حلوه جدا للكيكه بتاعتنا، ومعتمده معايا في اي كيكه بستخدمها. طبعا هبدا اضرب بقى باقي كميه الدقيق دي. وعايزه اقول لك انا في المرحله دي انا رحت شغلت الفرن بتاعي على درجه حراره 180. بدخل الكيكه في الرف الاوسط. طب ليه ما شغلتش الفرن بتاعي في اول ما بدات في الكيكه خالص من اول مرحله البيض؟ لان انا لو شغلته من الاول خالص عايزه اقولك ان هو بيسخن زياده عن اللزوم. هتدخلي الكيكه بتاعتك هترتفع معاكي بس مش هتكون استوت من جوه. هتطلع معاكي بقى هتهبط كده وتبقى معجنه. فاحنا بنشغله كده عم بنيجي نضيف الدقيق بدخل بقى اشغل الفرن بتاعي. كده قوام الكيكه بتاعتي ممتاز. هكون مجهزه برضو الصينيه بتاعتي. انا مستخدمه النهارده صينيه مقاس 26. تقدري تستخدمي صينيه مقاس 24 او 26. بكون كده دهنها دهنه من الزيت ومبطناها كده تبطينه من الدقيق. وبنزل بقى بقوام الكيكه بتاعتنا. عايزه اقول لك كيكه كده في 3 دقايق هتكوني مجهزاها ومحضراها. عايزه اقول لك الريحه بتاعتها بقى كانت خطيره. هدخلها بقى الفرن بتاعي زي ما اتفقنا في الرف الاوسط على درجه حراره 180. بتاخد حوالي كده نص ساعه وبعد كده بختبرها. طبعا على حسب درجه الفرن بتاعك، يعني مثلا بيبقى حامي شويه او هادي. دي بترجع لك، ممكن تاخد من نص ساعه لساعه الا ربع، مفيش اي مشكله. بجيب بقى خله بتاعتي كده وبعمل بقى بس كده خطوط عشان بس ايه اطلع منها الفقاعات بس اللي في الكيكه بتاعتي لغايه ما تطلع معانا بالشكل وبالجمال ده. التسويه بتاعتها ممتازه جدا واخده لون ذهبي كده وجميل. تعالوا بقى نقلبها كده على طبق تقديم ونشوف شكلها عامله ازاي. عايزه اقول لكم هشه وخفيفه وريحتها كده اللي قلب الدنيا. ريحه البرتقال فيها كانت تحفه. طبعا الناس اللي مش عايزه تعملها بالبرتقال تقدر تستخدميه في الحليب وتبقى بالفانيليا عادي جدا. بس هي بصراحه النهارده بالبرتقال كانت الريحه بتاعتنا، عارفه انت الريحه بتاعت زمان بقى اللي هي تبقى قلب البيت كده بتاعت امهاتنا واجدادنا. هي كيكه النهارده. ولو الكيكه بتاعتك بقى ما بتطلعش ناجحه معاكي كده ومتبقاش مرتفعه معانا بالشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي، حاجه كده خطيره وفي منتهى الجمال. في شايفين الارتفاع بتاعها وهشه وخفيفه، حاجه كده تحفه. جربي طريقه النهارده، انا متاكده ان هي تطلع معاكي ناجحه من اول مره. في 3 دقايق هتجربي احلى صينيه كيكه. انا متاكده ان انت لازم تعتمدي الطريقه دي معاكي تطلع معاكي كده هشه وخفيفه، تطلع معانا بالقوام وبالارتفاع ده. اتمنى وصفه النهارده كده تكون سهله وبسيطه. اتمنى تجربوها. يا ريت بقى لو شايفه المحتوى بتاعنا مفيد يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. اشوفكم على خير في وصفات تانية جايه جديده. مع السلامه.